ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد عن تسريبات الاس 25 الترا اللي نزل امبارح. معلش امبارح ما كنتش قادر اصور عشان نزلت فيديو، ما ينفعش انزل فيديو تاني على طول، ما كنتش كان في وقت فاضي. عوضتها لكم النهارده بفيديو جديد على الاس 25 الترا اللي نزل، والاس 25 العاد والبلس، بس النسخه السليم ما فيش اي اعلان رسمي من سامسونج. هنتكلم على بالتفصيل على اس 25 الترا، ويلا بينا نبدا الفيديو. الاس 25 الترا نزل امبارح في مؤتمر سامسونج واعلنت عليه، وهيتم اطلاقه بعد اسبوع من التاريخ امبارح. والحجز المسبق بدا تقريبا بدا الحجز المسبق للهاتف. والهاتف حافظ قلت بنسبه كبيره عن الجيل اللي فات، والتصميم بتاعه اتغير. يلا بينا اول حاجه نشوف التصميم. هيبدا معانا التصميم بالاس 25 الترا، هنبدا بالحواف. الحواف اللي قلت بشكل ملحوظ، بقت اقل حواف على هاتف فلاجشيب في العالم، وهنشوف اداؤه شوي قدام. بس احنا دلوقتي بنتكلم على التصميم. عندك الحواف قلت، بدل ما دائريه بقت مسطحه تماما، بدل كانت متخنه الجهاز بقى الحواف مسطحه تماما على الجناب. غير ان الخامات زي ما هي من التيتانيوم، مش من الالومنيوم في الاس 25 الترا. وعندك تاني يعني القلم بيجي لك في جسم الجهاز نفسي. وعندك باقي بحمايه ضد الميه اي بي 68 مش 69 زي ما كنا متوقعين من شركه سامسونج. والتسريبات بتاعت المؤتمر امبارح، الاس 25 زي ما قلنا السليم ما نزلش. وتاني حاجه هنخش عليها في شركه سوري في الهاتف، هي الشاشه اللي قلت حوافها بشكل كبير 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 خالص. الحواف من اصغر ما يكون، من اصغر حواف على هاتف اندرويد فلاجشيب في العالم، حتى اصغر من 16 برو ماكس اللي هو حواف من اقل ما يكون. عندك الشاشه 6.9 انش، 9 انش سوري، دايناميك اموليد 2 اكس الجيل الثاني. وسامسونج عملت على تحديثها الجيل ده كمان. وعندك الحواف زي ما قلنا اقل ما يكون من الجيل السابق بنسبه 15%. اللي عايز يشوف النسبه بالتحديد، النسبه 15% اقل من الجيل السابق في الحواف. عندك دايناميك اموليد 2 اكس زي ما قلنا، ال تي بي او اموليد من 1 هرتز ل 120 هرتز. عندك كواد اتش دي بلس مش فول اتش دي بلس زي فيديو امبارح اللي اتكلمنا عليه، اللي هو الماجيك 7 برو من شركه اونر، كان فول اتش دي بلس، وهنا عندك كواد اتش دي بلس يعني دقه افضل. وعندك السطوع زي ما هو زي السنه اللي فاتت، هيبقى 2600 نتس، وده سطوع ممتاز. بس احنا كنا نامل ان سامسونج سطوع اكبر في السنه الجديده. وعندك تاني حاجه التقنيه اللي اضافتها سامسونج، بيقول هتخلي الشاشه احسن بسطوع، وكجوده هيعلي الجوده بنسبه 40%، اسمها بوست كيلر. بس هي لسه الجوده دي ما اتحددتش عشان لسه التليفون ما اتمسكش في الواقع. الجوده دي هيحددوها صناع المحتوى اللي اكبر مني، اللي مثلا اللي هيمسكوا التليفون واللي شافوا الاس 24 الترا على الحقيقه هيشوفوا التجربه، وهيقولوا لكم النسبه 40% هترفع الجوده بنسبه 40% اكتر. ودي نسبه كبيره جدا عن الجيل اللي فات. هي الكلمة نفسها اسمها بوست كيلر. التقنية الجديدة هتبقى التقنية بتاعت رفع ال 40%، وتقدر تبحث عنها في المؤتمر بتاع امبارح. عندك تاني حاجة المعالج. والمعالج باقي قوي جدا، هو اللي اتكلمنا عليه امبارح في الماجيك 7 برو، اللي هو سناب دراجون 8 اليت. ولكن النسخة دي بتاعت سامسونج بس، فور سامسونج، مخصصة لسامسونج. سناب دراجون بتعملها سامسونج فقط. دي هتديك اداء جبار ما كنتش تتخيله في اي موبايل، حتى الميجي 7 برو الارقام كانت خياليه مع الهاتف ده، لان السناب دراجون هنا 8 اليت ميد فور جالاكسي، بيبقى حاجه خرافيه بالتعاون مع سناب دراجون وشركه سامسونج. تديها المعالج ده مخصص، بيبقى فيه حاجات زياده عن هو نفس المعالج، بس بالنسبه للسي بي يو والجي بي يو بيبقى فيه حاجات مخصصه لشركه سامسونج بترفع معاك الاداء اكتر واكتر، اكتر من هو مرفوع اصلا. هو المعالج دقة تصنيعه 3 نانومتر، معالج سفاح حرفيا. وعندك الثلاث نسخ اللي اتكلمنا عليهم حاجة بدون معالج اكزينوس، ودي أول سنة وأول مرة في عالم فلاج شيب سامسونج يظهر الثلاث موبايلات بمعالج سناب دراجون من غير ما تدخل اكزينوس من تصنيع سامسونج. وده هيبقى يعود بالنفع على المستخدمين تبع شركة سامسونج، لأن معالجات اكزينوس كان لسه لحد السنة دي والسنة اللي فاتت كان فيها مشكلة في الحرارة، أي هي مشكلة بسيطة جدا. ولكن سامسونج تخلت عن الاكزينوس في الجيل ده. ويا ريت تكمل على تصرفها ده سامسونج، وتستمر زي ما هي مستمره على انها تستخدم معالجات سناب دراجون بدل اكزينوس، حتى يتم تطوير معالجات اكزينوس تبقى بتنافس سناب دراجون. هي بتنافسها بس مشكله الحراره في اكزينوس اعلى بكثير من سناب دراجون.
وعندك تاني حاجة بتبدأ بالجيل ده هي ال 12 جيجا رام. الموبايل حبه صاروخ معاه طيارة، حتى فتحة الكاميرا كذا مرة هتحس بالسرعة، على عكس التطبيق اللي كان بيحصل في الجيل اللي فات اللي هو اس 24 الترا. هنا فتح الكاميرا وخروجك منها بشكل مستمر، وده اللي بيعملوه صناع المحتوى اللي اكبر مني هيعملوه، وهتشوف التجربة. وعندك الجي بي يو جه السنة دي بنسبة تقريبا 30% تحسين. وعندك الام بي 4 الام بي يو سوري جالك ب 40% تحسين، اللي هي وحدة الذكاء الاصطناعي في الاس 25 الترا. من رغم ان الاس 24 الترا كان جاحد في الذكاء الاصطناعي، ولكن عندك هنا تحسين 40% زياده من شركه سامسونج في وحده الذكاء الاصطناعي اللي هي الام بي يو. وعندك السي بي يو من شركه سامسونج اقوى بنسبه 37% بالظبط، لان السي بي يو هنا هيبقى ادرينو 800 تقريبا، 830 تقريبا، اللي هو احسن من الجيل اللي فات اللي هو الادرينو 750. هيبقى احسن بنسبه 70% في اداء الالعاب، وانت هتلاحظ فرق في سلاسه الالعاب. بس لسه عم ينزل 25 الترا باذن الله، هنكون من اول الناس اللي نزل لك فيديو برضو عليه يوم الموعد الرسمي بتاع السحب، اللي هو بتاع السحب المسبق، الحجز المسبق. هنكون من اول الناس اللي نزل لك فيديو على الاس 25 الترا. وده كل اللي كنا عايزين نعرفه في التصميم والمعالج بتاع سامسونج. ويلا بينا نخش على حجم البطاريه ونسبه الشحن. على عكس الكلام اللي كانوا بيقولوه الناس انه كان هيبقى في يدعم الماكس سيف زيه زي ابل. هو بيدعم الشحن اللاسلكي بس هو مش بيدعم الماكس سيف. في تسريبات كانت تقول انه هيدعم الماكس سيف، لكن الكلام ده كله طلع كذب. سامسونج ما قالتش اي حاجه امبارح في المؤتمر بالنسبه للحاجه دي. الدور ده على اس 25 الترا بيدا نفس حجم البطاريه. سامسونج ما قدرتش تكبر حجم البطاريه 5000 ملي امبير رغم من التقنيات الحديثه اللي حصلت في السنه دي. وده شيء محبط بالنسبه لسامسونج في الاس 25 الترا اللي هي ال 5000 ملي امبير. هي بطاريه كويسه وهتكمل معاك اليوم مستريح. ومع تجربه الاستخدام ممكن نشوف تحسين بسبب المعالج الجديد اللي هو 3 نانومتر من شركه كوالكوم اللي هو ال 8 اليت، بدقه تصنيع 3 نانومتر، على عكس السناب دراجون 8 جين 3 اللي هو بدقه تصنيع 4 نانومتر. ممكن يقلل في الاستهلاك، ولكن هو كسحب للبطاريه المعالج ده سفاح بيشفط البطاريه شفط. وهنا يجي دور سامسونج اللي كبرت لك وحده التبريد بنسبه 40%، نسبه مهوله من جيل لجيل تكبر لك وحده المعالج والتبريد بالشكل ده. وده اللي يدل على شيء ان هو المعالج ده سفاح بيخلي المعالج يسخن. قدره المعالج بتخليه يسخن جامد جدا، وده السبب الرئيسي ان سامسونج تكبر وحده المعالجه بتاعت التبريد عشان يحافظ على سخونه الجهاز وما يبقاش الجهاز في ضرر ويقلل من تردداته. وده كله هيظهر بعد تجربه الاستخدام برضو بتاعت الاس 25 الترا. وروح على الشحن اللي قلنا عليه، الشحن اللاسلكي بيدعم الشحن السلكي بيدعم 45 واط، وبيدعم شحن لاسلكي برضو. وعندك تحديث في الكاميرا. ونخش في تقنيه الكاميرات واللي حصل فيها تحديث رهيب. عندك الكاميرا الالترا وايد بقت 50 ميجا بكسل بدل 12 ميجا بكسل، اللي هتفرق معاك جدا في التفاصيل. لو انت شخص بيحب ياخد الترا وايد كتير بعدسه اوسع كتير، هيفرق معاك جدا في التفاصيل من 12 ميجا بكسل ل 50 ميجا بكسل. وده اللي عملت على تحديث شركه سامسونج في الكاميرات للاسف فقط. وعندك والكاميرا دي بقى بتدعم تصوير فيديو 8K برضو. عندك ال 8K بيجي يدعم كل الكاميرات لان الكاميرا بقت 50 ميجا بكسل بدل 12 ميجا بكسل زي ما قلنا. عندك ال 8K في كل الكاميرات، في البورتريه، في الكاميرا الرئيسيه، سواء في اي كاميرا، حتى كاميرا الزوم بتدعم ال 8K من سامسونج كل الكاميرات. وعندك اول ميزه تضاف على الالترا في اندرويد هي البرو لوج بتاعت الفيديو بدون الوان. وعندك ميزه حصريه في الاس 25 الترا انك تقدر تصور الفيديو بدقه واحده بس، تقدر تلون الفيديو اللي هو برو لوج من غير ما انت تتعب. انت مثلا لو عايز تصور فيديو برو لوج وانت تعدل عليه بعدين وما عرفتش تعدل، ممكن بضغطه واحده في السوفت وير بتاع الكاميرات اللي هنتكلم عليه بعد دقيقه من دلوقتي. السوفت وير ضافوا فيه انك تلون الفيديو البرو لوج بشكل بسيط خالص من ضغطه واحده من زر. ويلا بينا نخش على تقنيه السوفت وير في الكاميرات. وسامسونج ما عملتش على تحديث ارقام الكاميرات زي ما قلنا غير الالترا وايد. وعندك التحديث الجديد في شركه سامسونج اللي هيعمل على الكاميرات. هي عندك تقنيه في السوفت وير باشكال جديده في البورتريه والتصوير العادي والالترا وايد. وعندك الاوديو ميكس اللي كان في السامسونج، سوري اللي كان في الابل، اضاف في شركه سامسونج في الاس 25 الترا.
مش عارفين هينزل الأجيال السابقة والّا لسه، لسه هنشوف سامسونج في التحديث الجديد هتنزّله في الأجيال السابقة والّا لأ، اللي هو الAudio Mix اللي كان في ال16 Pro Max اتضاف في الS25 Ultra. وده كل اللي حابين نعرف عن S25 Ultra، وكان بيجي بأندرويد 15 من العلبة، وواجهة سامسونج جديدة تمامًا، هتشوفوها هتعجبكم، من شكل أيقونات اتغيّر، من شكل ستارة إشعارات، من شريط الإشعارات تسحب من فين والإشعارات تشغلها من فين والستارة الإشعارية، كل حاجة هتعرفها الS25 Ultra بعد أسبوع من النهاردة. وهيكون معاكم أنا من أول الناس اللي يصور لكم فيديوهات عن التجربة الفعلية للS25 Ultra. وده كل اللي كنا حابين نعرفه من سامسونج على S25 Ultra. بس نسينا أهم حاجة بنقولها إنه باقي بواجهة الOne UI 7.0 أو 7.1 تقريبا، واللي هيتغير فيها شكل الواجهة تماما زي ما قلنا باقي بأندرويد 15. وده كل اللي كنا عايزين نقوله على الاس 25 الترا. ويلا بينا ننتقل للجزء الثاني في الفيديو، وهو الذكاء الاصطناعي بتاع شركة سامسونج اللي تحدث بشكل كبير رهيب جدا في الاس 25 الترا، واللي هنشوفه في التحديث الجديد اللي هو One UI 7.1 اللي هو بعد اسبوع من النهارده تقريبا هينزل مع الاس 25 الترا. مميزات رهيبه جدا اضافت للذكاء الاصطناعي. ويلا بينا ننتقل لاخر جزئيه في الفيديو واللي كله بينتظرها، الا وهي جزئيه الاسعار. خلينا ندردش مع بعضنا شويه ونشوف الاسعار. عندك انت الاسعار في مصر ممكن ينزل بسعر رسمي حوالي 90,000 جنيه. هتسالني ليه؟ هقول لك. سعر الرسمي ممكن تطلقوا سامسونج اللي هو تقريبا حوالي 1300 دولار، ما يعادل بالمصري 1300 دولار ما يعادل بالمصري حوالي 65,000 جنيه. عندك رسوم جمركيه وعندك ضرائب وتقريبا ضرائب جمركيه تقريبا، وكل الحاجات دي هتبقى عليك التليفون بحوالي 90,000 جنيه مصري. ده الضمان المحلي. ممكن سامسونج تعوضك سامسونج سوري تعوضك بالكلام ده ازاي؟ انها تنزله بسعر حنين في السوق المصري اقل من كده بضمان محلي، بس يكون عليه عروض لفتره محدوده اللي هو الحجز المسبق. وعندك كمان سامسونج عامله عرض رهيب في الحجز المسبق، وده شفته من خلال تسريب على جوجل، انها هتبيع النسخه الواحد تيرا من خلال الحجز المسبق بسعر النسخه ال 256 جيجا في سامسونج الاس 24 الاس 25 الترا سوري. هتبيع النسخه ال 256 جيجا بنفس النسخه الواحد تيرا اللي هيحجز حجز مسبق، وده من خلال تسريب شفته على جوجل. وعندك الجزئية الثانية من خلال التسعير ممكن تنزل لك على مع السعر اللي هو 90,000 جنيه اللي هو سعر كبير جدا، بس في الوقت الحالي هو مش كبير. ممكن ينزل لك هدايا قيمة تعوضك عن السعر اللي انت دفعته ده. ده كل حاجة كنا عايزين نعرفها عن اس 25 الترا، ويا رب اكون خلصت لكم كل حاجة فيه وكل حاجة في المؤتمر اللي خلصتها لكم في حوالي ربع ساعة واقل. ولو عايزين اي حاجة ممكن تكتبوها في التعليقات تحت، ولو عايزين فكرة فيديو جديد او تسألون على اسعار او اي تفصيل عن اي هاتف ممكن في التعليقات وانا برد على اي تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.